اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. يا مساء الفل على احلى اخوات في الدنيا. الله يرحمك يا بابا ويسامحك ويجعلك في الجنه، اللهم امين يا رب العالمين، ويرحم امواتنا واموات المسلمين اجمعين. كل سنه وانتم طيبين بمناسبه خلاص رمضان على الابواب، كلها اسبوعين 3 ان شاء الله ورمضان يجي. اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين، اللهم امين، ويجعل بيوتنا كلها باذن الله فرح وسعاده بقدوم شهر رمضان الكريم علينا. اعاده الله علينا بالخير واليمن والبركات. كل سنه وانتم طيبين يا حبايب قلبي. عايزه اقول لكم طول النهار اتفرج على اليوتيوب الاقي فيديوهات عن تفريزات شهر رمضان الكريم، لدرجه ان انا وانا بتفرج شفت فيديو واحده مفرزه الشاي في قلب اكياس وربطه وحطاه في الفريزر. الميه طبعا ده بيضحكوا وبيتريقوا على الناس اللي بتفرز. اولا انا ولا مع التفريزات ولا ضد التفريزات، انا محايده. انا ما بحبش الحاجات الاوفر ان انت تفضلي تفرزي في حاجات عشان ده خلاص رمضان داخل على، احنا داخلين على مجاعه. طبعا رمضان شهر الخير وشهر البركه وشهر بنتمنى ان السنه كلها تبقى شهر رمضان من الخير اللي ربنا بيجعله عندنا. ربنا يجعل بيوتنا كلها عمار، اللهم امين يا رب العالمين. بص يا بنات، انا طول عمري بحب ان انا افرز، بس بفرز بالمعقول. يعني انا وانا نازله السوق اقوم جايبه كرومبايه كده حلوه، اقوم جايه اعمل منها ايه الاكل بتاعنا، اعمل حله حلوه كده على قدنا، يتفضل كام ورقه احطهم في طبق واحطهم في الفريزر كده. فرزت شويه من غير ما ما اجهد نفسي ولا اجهد الميزانيه بتاعتي ان انا عايزه فلوس عشان اروح اشتري خضار عشان افرزه. ما بفرزت حاجه مخصوصه غير في المواسم اللي هي بتاعت مثلا موسم البزله خلاص هتخلص، اقوم جايبه شويه حطهم في الفريزر، بس برضو بالمعقول، كل حاجه بالمعقول. في ناس ظروفها على قدها بتتفرج على الفيديوهات دي، تبص تلاقي جايبين بالكم قفص فراوله، كم قفص مانجا، كم قفص بسله، كم قفص مش عارف كم شوال فتبص بتزعل. عايزه اقول لك فرزي باللي تقدري عليه. لو كل اسبوع ب20 جنيه تخليها معاكي في قلب البوك بتاعك وانت نازله السوق، اشتريتي بال20 جنيه دي والقسايه حلوه كده قطعيها وحطيها في الفريزر. تاني اسبوع اشتريتي كيلو بسله حطيه في الفريزر. تالت اسبوع اشتريتي كيلو سبانخ حطيه في الفريزر. كرومبايه حلوه كده قطعيها وحطيها في طبقين في الفريزر. كل الحاجات دي كلها بتنفع في رمضان وغير رمضان. احنا بنتكلم الناس اللي هي بتعمل فيديوهات تفريزات رمضان دي، ده شغلها يا جماعه، ده شغلها. دي القناه بتاعتها محتواها ان هي بتعمل روتين، بتعمل طبيخ، بتعمل وصفه، بتعمل اي حاجه انتوا بتتفرجوا عليها وبتحبوها، فلازم تعمل تفريزات لشهر رمضان عشان خاطر الفيديو بتاعها يتشاف ويترفع. زي بالظبط المحلات، انت دلوقتي عندك محل فيه ملابس فجبت هدوم جديده للعيد بقى وكل سنه وانتم طيبين، فطبعا بيعرض على النت وبيحط على الصفحات وعلى الجروبات انا عندي يا جماعه هدوم. بالظبط كده هم كمان بيعملوا شغلهم. يعني انت بصي اتعلمي من الفيديو فلانه وفيديو فلانه بتعمل فيديو مشتريات، بتعمل فيديو تفريزات، حاجات جميله عجبتك اعملي وامشي على قدك. مش لازم بقى تقعدي تقولي لجوزك ماليش دعوه انا عايزه فلوس، عايزه 2000 جنيه انزل اشتري خضار وحاجات عشان افرزها في الفريزر. لا، انت امشي بميزانيتك. لو 20 جنيه هتجيبي كيلو بسله وتقومي جايه حاطاه في الفريزر مع جزرتين كده، يبقى كيس قد كده ويبقى جميل وهينفعك. دلوقتي رمضان طبعا احنا عارفين ان هو شهر الخير. انت بتقولي انا عايزه افرز لرمضان عشان خاطر ان انا يبقى في وقت للتعبد ولقرايه القران ولذكر ربنا سبحانه وتعالى وللصلاه وللعباده والكلام ده كله. العباده يا جماعه في رمضان وغير رمضان. لو انت بتسهلي على نفسك الدنيا، لقيتي الطماطم رخيصه جبتي لك قفص طماطم وسبكتيه وحطيتيه في الفريزر، اولا هتتعبي يوم وبقيه الشهر هتبقي مرتاحه. انا عن نفسي بعمل كده، لما باجي اعمل شويه مكرونه اطلع كيس الصلصه من الفريزر احطه في قلب الحله، عملت المكرونه. جيت اعمل محشي، اجيب الخضره واجيب مثلا الطماطم واقوم جايه مسبكاهم، وعندي الكرنب متقطع اقوم جايه حشي على طول. لو انت بقى واحده عايزه تسهلي على نفسك اكتر، اعملي التسبيكه كمان بالخلطه وتحطيها في الفريزر، طلعيها تحطيها على الرز تحشي على طول. يبقى انت كده عملتي حله المحشي ما كملتيش ساعه زمن، لفيتي وحشيتي وحطيتيها على النار وطبختي واكلتي وبألف هنا وشفا. التفريزات جميله في حاجات كتير قوي، مش شرط رمضان، مش شرط ان انت عشان خاطر في رمضان تفرزي، لا فرزي، خلي التفريزات دي روتين حياه، فرزي طول السنه. اي حاجه عندك في الفريزر والله العظيم نعمه، والله العظيم لو حبه شوربه حطيتيهم في كيس ورميتيهم في الفريزر، هتيجي يوم تعملي اي لقمه وتقضي اليوم، تطلعي كيس الشوربه ده تعملي طبق ملوخيه كده وحبه بتنجان مخلل وطبق بطاطس وتاكلي وبألف هنا وشفا. رمضان
يا جماعة شهر الصيام وشهر العبادة وشهر القرب من ربنا سبحانه وتعالى. عايزين من بداية رمضان لحد آخر السنة لحد رمضان اللي جاي نعمل كده، يبقى رمضان وغير رمضان صلاة وعبادة. ربنا يا رب يجعل أيامنا كلها قرب من ربنا سبحانه وتعالى. القرب من ربنا حاجة جميلة قوي بجد والله العظيم. لما تقربي من ربنا، كل ما تقربي من ربنا تحبي ربنا أكتر وتحبي القرآن أكتر وتحبي كل حرف في القرآن. وانت بتقري القرآن كده سبحان الله كأنه بيشرح لك نفسه، يعني كل كلمة في القرآن لها معنى وكل حرف في القرآن ليه معنى. يا رب كده نقرب من ربنا أكتر وأكتر، وربنا يجعل أيامنا كلها هنا وسعادة وقرب من ربنا سبحانه وتعالى. التفريزات جميلة بس زي ما قلت لكم كل واحد يمشي على قده وكل واحد يمشي بالمعقول. ربنا يا رب يرزقنا كلنا الرزق الحلال الطيب. أهم حاجة الرزق الحلال. الحرام موجود والحلال موجود، بس الحرام مكسبه كتير والحلال مكسبه أقل، بس بيبقى رضا من ربنا سبحانه وتعالى. ربنا يا رب يغنينا بالحلال ويبعد عننا الحرام، اللهم امين يا رب العالمين. والناس اللي بتهزر وبتضحك وبتفرز الميه في الكياس، والناس اللي بتفرز الشاي في الكياس، يا ستي الحنفيه هيبقى فيها ميه ان شاء الله طول السنه، والبراد هيشتغل على النار، وهتعملي احلى كوبايه شاي بعد الفطار. يا رب كده يجي علينا رمضان واحنا في صحه وخير وسلامه، وتبقى الاسره بتاعتنا كده كلها مكتمله، نبقى كلنا كده قاعدين على طبليه واحده وبناكل من طبق واحد. الله يرحمك يا بابا ويسامحك، رمضانك في الجنه ان شاء الله. تاني رمضان يجي علينا وانت مش معانا يا بابا، بس انا حاسه ان شاء الله ومتاكده وثقتي في ربنا كبيره ان انت رمضان في الجنه هيبقى احسن من الدنيا 100 مره. اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين، وكل سنه وانتم طيبين. وما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه عشان يوصلكم كل جديد. اشوفكم فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بحبكم في الله.